السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يلقاكم في صحه جيده وبخير وعلى خير. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم عصير منعش واقتصادي بمكونات من متناول الجميع. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو الضغط على الاعجاب وتبارطاجيوه مع الاحباب ديالكم والاصدقاء، واللي مازال ما مشاركش في القناه يشترك والضغط على زر الجرس لكي ياتيكم كل جديد. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو، هنا عندي 2 حبات حتى ل3 ديال الجزر او خيزو مسلوقين. غادي نحتاج 3 برتقالات او ليمونات، موزه او بنانه، والسكر على حسب الذوق. هنا عندي 2 معالق كبار. تقدروا تعوضوا السكر بالعسل، تبقى اختياري. غادي نبداو على بركه الله. هنا خديت الليمون من بعد ما نقيته، غادي نضيفه في الخلاط الكهربائي، وغادي نضيف عليه نصف لتر من الماء. هنا عندي 3 ليمونات كيف ما شاهدتوا معايا، نقيتهم وحيت لهم حتى العظومه ديالهم باش ما يجوناش حارين. غادي نطحنهم مزيان بالخلاط الكهربائي، وغادي نصفيهم. بالنسبه لهاد الطريقه هذه تقدروا تستغنوا عليها الى تعجبكم، يعني يجيكم خاتر بزاف وبغيتوه يبقى هكا بالجليف ديالو تقدروا تخليوه. انا الصراحه تنفضلو هكا نصفيه باش يجينا غير يعني يبقى لينا غير الليمون. نقدروا هكا نكونوا نسينا شي عظم كيف ما تعرفوا تيجينا حار. الا خليناه صافي من بعد ما صفيته غادي نعقب نضيفه في الخلاط الكهربائي، وغادي نضيف عليه الجزر. عندي هنايا الحبه ديال الموز، وهنا عندي قشور برتقاله، وغادي نضيفو ايضا السكر. بالنسبه للسكر تقدروا تعوضوه بالعسل، تيبقى اختياري. صافي غادي نخلط هاد العصير مزيان، غادي نطحنوه كيف ما غتشاهدوا معايا. وهذا هو النتيجه او الشكل النهائي. صراحه تيجي روعه في المذاق، وتيجينا خاتر ومنعش واقتصادي في نفس الوقت. وتقدروا ايضا تضيفوا حتى علبه من الياغورت يعطي واحد النكهه رائعه. تنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو الضغط على الاعجاب وتبارطاجيوه مع الاحباب ديالكم والاصدقاء، واللي مازال ما مشاركش في القناه يشترك والضغط على زر الجرس. ونخليكم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو